شلونكم شباب؟ اليوم راح تشوفون شلون حولنا هاي النيسان جي تي ار 35 من سيارة عادية إلى أسرع سيارة في فورزا هورايزن. وإذا تحب تتواصل وياي يوزر الانستا راح يظهر بالشاشة، ويوزر التيك توك هذا بالشاشة قدامكم. وهنا دخلنا على التعديلات وراح نشوف شنو راح نزود بيها حتى تصير وحش بالطريق. أول شي راح أسويه راح أعدل الشكل وأشوف شنو أحط لها من دعامية. حطينا لها هاي الدعامية أحسن، وراح نحط لها جناح خلفي، واحس هذا الناصي احلى بيه. خلينا نحط الناصي لو شركة، شوف الناصي احسن. وخلينا نشوف شنو راح نحط بعد. راح نحط التايرات، نحط هذا التاير ضد الانزلاق، هذا يمكن اكثر تاير ما يزحلق. والله خلينا نشوف البقية يا ما يزحلق اكثر. ايه هذا اللي حطيناه اكثر واحد ما يزحلق، حتى نشوفها بالمنعطفات تفيد لو لا. نحط اكبر حجم ويل قصدي اعرض تاير. وهنا شو نسوي؟ خليها على الويل احسن. هنا نحط حجم ويل اكبر، الخلفين حجم ويل اكبر، وشويه فيك نطلع التاير اللي قدام. وين الثاني؟ هم نطلع اللي قدام. وهسه نزود الجير. فانا ما راح العب بالجير، راح اخليه على جيرها الاصلي، وانتم شوفوا شنو تحطون من جير. ونزود الديفرنس، لا خلينا نخليه ريس احسن. وهنا نزود البريكات ونكبر حجم البريك. خلينا نحط هذا وننزل السيارة انصى شي حتى تصير جاهزة للحلبات. ونحط هاي الوزنية مالتها حتى توازن السيارة. وها شنو هاي؟ خلينا ندخل لها. لا ما اريد ازيد وزن، خلينا نوخرها. احنا نريد نخفف وزن حتى تصير احسن. خلينا ندخل هنا ونخفف الوزن مالتها احسن بعد. وهنا ندخل على الماكينة ونزود الحشوات مالتها. أول شي خلينا نزود الشوتة والبخاخات مال البنزين حتى تصير أسرع. وهذا شنو هذا؟ ما عرفته. هاي الإكزوست خلينا نزوده، وخلينا نحط لها كم شفتات أقوى، ونحط ولفات أقوى. راس الماكينة هاي مو الولفات. ونحط بساتم أقوى هو والكرانك. هذا غاز جيت أقوى ما أدري بس يشوف. ونحط تيربوات أقوى حتى السيارة تصير مثل الصاروخ. وهنا شي نقول له يلا خلنا نشتري الغراض. 82,000 سعر يعني زين عادي. وهسه راح نبدي بيها سباق ونشوفها جاهزة للسباقات وحلوة بالسباقات لو لا. نلعب سباق ونشوف. شو سرعته مو طبيعية، باع بسرعة وصلت 100 يعني شي حلو. منعطفاته ثابتة حلوة. هذا ما ادري منين طلع من قدامي. هسه نجتاز بسهولة ان شاء الله. السيارة زلقت بالغلط شوية، الجير مال يد انحرف عادي. هسه راح نكمل وان شاء الله نسبقهم كلهم. شوف المنعطفات ثابتة والله حلوة، عجبتني بالمنعطفات. والله المنعطف والله حلوة ثابتة مو مثل بقية السيارات. شوف حلوة بدون اي زحلق اي هاي. وعشان اجتازين سهلة حلوة السيارة. شوف السرعة، شوف 100 بسرعة هيك يعني دست بنزين قبل وعلى العداد. والله حلوة. استاذ بالغلط دعمنا يلا عادي. شوف منعطفات استهناف اخذنا شوي السيطرة كنا. والله حلوة واوه سرعتها مناسبة حتى لك اريحية بالسواقة. انصح واحد يستخدمها بدال اللامبورغيني ولا هاي تحس اقوى من اللامبورغيني.
هسه بقى هذا خلينا نسبقه. والله اقول انا تسبق، خلينا السيارة قوية باوع. يلا بيبا يطير بعمل عطف ثابت من عطف، اقوى من اللامبورجيني ب1000 مرة، السرعة اقوى من اللامبورجيني هم ب1000 مرة. يعني انصحكم تاخذوها بالسباقات. شوف تسارع رهيب ما شاء الله. داخلية حلوة حتى راح تشوف كل الزوايا، ماكو زاوية عمياء عليك. شوف والله خلينا نجرب هاي اللوفة هم بيه. والثبات بالمنعطفات ثابتة مثل الميزان ما شاء الله. شوف سرعته. انا شو دعمني بالغلط. انصح كل واحد يحب السباقات ويكمل بيها مهام ياخذ النيسان جي تي ار وحتى يسابق بيها بوضع الحال، يعني بدون اي زحلق، انطلاقيتها قوية. بس من تاخذوها تسابقون بيها بالوضع الحار فاكو ناس سريعين شو تسوون؟ تغيرون الجير مالتها وتشوف يا الجير اللي يناسبكم. اكو من 7 نمر ل 10 نمر. وهسه هنا وصلنا لنهاية المقطع وطيناكم وصفة تعديل جي تي ار 35 مثل ما يسموها الجودزيلا. واتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك. واذكركم مرة ثانية اذا تريدون تتواصلون وياي راح يطلع يوزر الانستغرام واليوتيوب، مو اليوتيوب قصدي، التيك توك على الشاشة. ومع السلامة.